لسانك لونه أبيض، فتحت بُقّك قدّام المراية واتفاجئت بطبقة كده باينة على سطح اللسان، في ناس بتقول عادي كل الناس كده، وفي ناس تانية أول ما بتشوفه بتقول إن ده فطريات ولازم علاج فورًا، بس الحقيقة إن اللسان الأبيض ممكن يبقى حاجة بسيطة وممكن يبقى أول علامة على حاجة أكبر بتحصل جوّه جسمك. الفيديو ده هيعرّفك إمتى يكون تغيُّر لون اللسان طبيعي، وإمتى لازم تقلق وتتصرّف، وكمان هاقول لك إزاي ترجّع لون لسانك لطبيعته بخطوات بسيطة ومن غير تهويل ولا قلق. ركّز معايا علشان اللسان أوقات بيقول حاجات ما بنسمعهاش. يالّا بينا نبدأ. اللسان الطبيعي المفروض يكون لونه وردي فاتح ومغطى بطبقة خفيفة شفافة من الإفرازات الطبيعية، لكن لو فجأة لقيته أبيض خصوصًا من فوق فده معناه إن في حاجة مش طبيعية بتحصل يا إما في الفم أو يمكن في الجسم كله. في أغلب الحالات اللون الأبيض بيكون نتيجة تراكم خلايا ميتة وبكتيريا وبقايا أكل، وده ممكن يحصل بسبب حاجات بسيطة زي إنك ما بتنضفش لسانك أو عندك جفاف في الفم أو بتاخد أدوية بتأثر على اللعاب زي مضادات الاكتئاب أو مضادات الحساسية. لكن في حالات تانية اللون الأبيض ممكن يكون عرض لمشكلة أكبر زي عدوى فطرية بالفم خصوصا الكانديدا، وده بيظهر كطبقة بيضة سميكة ممكن تتقشر أو تنزف دم، أو حالة تانية اسمها الطلاوة البيضاء ودي مناطق سميكة بيضة ممكن تبقى بداية تغيرات سرطانية خصوصا مع التدخين أو التاريخ المرضي. لسانك الأبيض مش دايما فطريات، ومش دايما الفطريات بتسبب علامات واضحة، في بعض الحالات لازم تتشخص تحت الميكروسكوب. اللسان مش بس ممكن يبقى لونه أبيض، في ألوان تانية بتظهر وكل لون له دلالة. لو لسانك أحمر جدا ممكن يكون ده نقص في فيتامين بي 12 أو الحديد أو حمض الفوليك أو بسبب التهابات اللسان الجغرافي. ولو لسانك باهت جدا فده غالبا بسبب أنيميا أو ضعف في الدورة الدموية. أما لو لسانك لونه أصفر فده بيظهر غالبا مع قلة النظافة أو بسبب التدخين أو الكافيين الزائد، لكن لو استمر ممكن يشير لمشكلة في الكبد أو المعدة. ولو اللسان لونه أزرق أو بنفسجي ده إنذار، ممكن يكون بسبب نقص الأكسجين أو مشاكل في القلب أو الرئة. أما لو لسانك لونه أسود أو بني غامق فده غالبا من تراكم البكتيريا أو الفطريات، خصوصا لو بتدخن أو عندك سكر ومش منتظم، وفي حالات نادرة ممكن يشير لمشاكل في الجهاز الهضمي. لسانك مراية لجسمك وأوقات بيقول حاجات ما ينفعش جهاز التحليل يكشفها. طيب إمتى لازم تروح للدكتور فورا لو لسانك لونه اتغير؟ أولًا لو التغيُّر مستمر أو بيزيد مع الوقت، يعني اللون الأبيض أو أي لون تاني فضل موجود لأكتر من أسبوعين أو بدأ يكبر أو يتغيّر شكله. ثانيًا لو في بُقع أو قُرح مش بتروح خصوصًا لو سميكة ولونها رمادي ومش مؤلمة، دي بتبقى طلاوة بيضاء أو تغيُّرات قبل سرطانية. ثالثًا لو في ألم أو حرقان مستمر، ده ممكن يكون ناتج عن نقص فيتامين B12 أو الزنك أو بدايات التهابات عصبية. رابعًا لو اللسان بقى منتفخ أو في تورم واضح ده ممكن يكون حساسية أو التهاب أو ورم لا قدر الله، وأي تورم بيأثر على التنفس أو البلع محتاج تدخل فوري. خامسا لو لون لسانك اتغير ومعاه أعراض تانية زي فقدان وزن غير مبرر أو حرارة مستمرة أو نزيف من الفم أو صعوبة في البلع أو الكلام، وقتها ما ينفعش تسكت. لو لسانك بيحاول يقولك حاجة تجاهله ممكن يكلفك كتير. نروح بقى لأهم جزء، ازاي تعتني بلسانك وتحافظ عليه. أول نصيحة، نظف لسانك يوميا، حتى فرشة الأسنان العادية كفاية لو استخدمتها بلطف، وفي أدوات كمان مخصوصة لتنظيف اللسان اسمها تانج سكرابر بتنظف بعمق وبتقلل ريحة الفم، وكمان ممكن تستخدم مع فرشة اللسان معجون مخصوص للسان. ثانيا اشرب مية كويس، اللسان الجاف بيشجع البكتيريا ان هي تنمو، والمية بتساعد ان هي ترطب الفم وتحافظ على صحته. ثالثا قلل التدخين لانه من الاسباب الاساسية لتغير لون اللسان والالتهابات في الجسم حتى السرطان الفموي. رابعا اهتم بتغذيتك، نقص فيتامين بي 12 وحمض الفوليك والحديد ممكن يسببوا مشاكل كبيرة في اللسان. خامسا راجع دكتور الأسنان بشكل دوري، مش بس علشان سنانك، الدكتور ممكن يكشف مشاكل في اللسان بدري جدا. سادسا لو في أعراض بترجع كتير زي البقع والألم وتغير اللون يبقى لازم تشخيص عند الدكتور. لسانك بيكشف كتير عن صحتك، هل بتديله الاهتمام اللي يستحقه؟ في آخر الفيديو خليني أقولك حاجة، اللسان مش مجرد عضلة بتتكلم بيها، ده مراية لجسمك كله، لونه، ملمسه، حتى ريحته كلها إشارات.
لو شُفت عليه حاجة غريبة ما تستهونش، لإن مش دايمًا الموضوع بسيط، ممكن يكون نقص فيتامين، مشكلة في الهضم، أو بداية مرض مزمن. وخلاصة الموضوع إن لو التغيُّر بسيط وما فيش أعراض تانية، جرّب النصايح اللي قُلناها، لكن لو المشكلة مستمرة أو في ألم أو أعراض متكررة ومزعجة، اكشف عند الدكتور فورًا.